هل احنا اللي بتوع العنصرية ولا الناس اللي بتفرق ما بين الناس من خلال ألوان هم دول بتوع العنصرية؟ ليه دايما بتشيلوا العنصرية من اللون الأسود بالرغم ان هم صحاب هذه العنصرية في الكلام في أي مجال؟ أيوة يا جماعة، هم العنصريين مش البيض. ده اللي انا اكتشفته في الاخر. طب ليه نيرفانا بتقولي كده؟ بسبب اللي عملوه في الحضاره المصريه القديمه. انا عمري ما شفت في الحضاره المصريه القديمه هذه الانقسامات غير لما هؤلاء الاشخاص دخلوا بلون بشرتهم عشان يميزوا الحضاره المصريه القديمه، الناس البيض والناس السود والناس الحمر والناس الخضر. ايوه يا فندم، الاتنين كانوا موجودين في الحضاره المصريه القديمه، والاتنين ما زالوا موجودين في الحضاره المصريه القديمه من قديم الازل. دي مش حاجه جديده. انت مستغربنا ليه؟ ولا انت علشان مش متربي في وسطينا فما تعرفش ان الاتنين موجودين في الاسره الواحده؟ طيب تعالى اوريك معلومه حلوه قوي. عندهم في الصورتين دول، عارف الصورتين دول بيعودوا لانهي عصر؟ عارف الصورتين دول بتوع مين؟ عارف دي مين وعارف دي مين؟ عارف ان دي شقرة وعارف ان دي سمرة، وكانوا موجودين في الفئة الحاكمة كمان، مش في اي فئة. يعني مش هقول لك مثلا دول اسرى ولا دول عبيد ولا دول خدم، لا، دي ملكة ودي ملكة. دي ملكة حتب حارس التانية بنت الملك خوفو كانت شقرة زي ما انتم شايفين، بالشكل اللي انتم شايفين، عينيها زرقاء وشعرها اصفر. ودي بنت خوفو، أسرة رابعة، دولة قديمة. ودي عشيت زوجة الملك منتحتب الثاني اللي هي كانت موجودة في عصر الدولة الوسطى، عصر الأسرة الحداشر. دي ملكة ودي ملكة، الاتنين ليهم مكانتهم عندنا احنا في الحضارة المصرية القديمة. احنا لما بنيجي ندرس الاتنين بندرسهم على حد سواء، ما بنقولش، ما بنغمقش، ما بنفتحش، ما بنلونش. فرحانين بدي وفرحانين بدي. التابوت بتاع دي موجود في المتحف المصري، تقدر ان انت تروح تشوفه بألوانه، بألوانه. فمن امتى احنا بنفرق ما بين الاتنين؟ طيب، هل وجود هذا اللون يدل على ان كل المصريين القدماء كانوا بهذا اللون؟ لا، دي نسبة مش هقول لكم قليلة ومش هقول لكم كتيرة، بس نسبة موجودة في الشعب المصري من عصر الدولة القديمة اهو. ودول موجودين بنفس النسبة، لا قليل ولا كتير، ليهم أماكنهم ودول ليهم أماكنهم. يعني أنا لو شفت واحدة ملونة زي كده في المنصورة استحالة أقول عليها إنها بقايا فرنساويين، لأن دي بقايانا إحنا. ده يمكن الفرنساويين هم اللي بقايانا. انت بتتكلم ايه يا فندم؟ فدي بقايانا. ولو انا شفت واحده زي دي بنفس اللون موجوده في اسوان فدي برضك من بقايانا. دي بنتنا ودي بنتنا، دي خلفت ودي خلفت، دي عندها ابناء من الشعب المصري ودي عندها ابناء من الشعب المصري. دول ممكن يكونوا اخوات. احب اوريك حاجه كمان. ايه رايك في التابوتين دول يا فندم؟ شايف اللون؟ سبحان الله، والاتنين اخين. التوابيت دي موجوده في متحف مانشستر. بيقعدوا الاخين، واحد اسمه نخط وواحد اسمه نخط عنخ. ايه رأيك في اللونين؟ ايه رأيك في التابوتين؟ تقدر تفرق ما بينهم؟ احنا عندنا هنا في مصر ما بنفرقش، عشان كده ربنا بينفخ فينا وبيقف معانا في المواقف الصعبة. لكن انتوا صراحة، انا كنت الاول كنت مع كنتك انتي، لكن بعد اللي انا شفته من اسلوبكم لا، انا مش ما بقتش مع كنتك انتي. انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم، بان انتوا فرقتوا بالالوان والدرجات. كنت الاول استغرب، كنت اشوف مثلا الافلام الوثائقيه ان لو حد مثلا جات له طفره جينيه عندكم واتولد باللون الابيض كنتوا بتنبذوه. فانا طول عمري متربيه في مجتمع الالوان دي عاديه. انا زعلت جدا من نفسي في الفتره اللي فاتت ان انتوا كنتوا عايزين تجرونا لخلافات وخناقات ما بيننا عشان خاطر اللون. انت متخيل يا فندم انت عايز تعمل فينا ايه؟ فهو ايه رايك؟ فسر لي اللونين، فسر لي. طب فسر لي الملكتين، طب فسر لي الاشكال اللي انت جايبها في الاول. طب هقول لك على حاجه، في الشعب المصري ما كانوش بيفرقوا بالالوان. تعال اقول لك ازاي. بالشكل ده يا فندم، دي مأدبة عشاء موجودة. اللوحة دي أو الرسمة دي أو الجدارية دي موجودة في متحف متروبوليتان. أوكي، ما عبارة عن نساء مصريات قاعدين نخبة، وفي خدم أهو قصادهم بيخدموا عليهم. في واحدة منهم بيضة بياض المحمر ده، يعني مش بياض وخلاص، لا بياض محمر. يعني هذه السيدة مش مصرية. هتقولي لي ايه ده يا نيرفانا؟ هو انت معنى ذلك ان البيض المنورين دول مش مصريين؟ لا،
انا بتكلم عن الجداريه دي بس. بمعنى دي مش مصريه لانها خادمه. هقول لكم دي ازاي خادمه، لانها مش لابسه حاجه. هتقولي ايه ده يا نيرفانا، ده في صور تانية الناس عرايا يبقى دول خوادم. يا جماعه ما اثر كل اثر ليه. انتوا هتعملوا لي مسلسل دلوقتي اعملوه بلوني، بس واحده تانية لونها اغمق اعملوه بلونها. فاهمين؟ ده اثر يتشرح زي ما هو. اللي وراها دي لونها غامق. الاتنين دول خادمات عندي. مين عند هؤلاء السيدات المصريات؟ طيب ليه يا نربانة دول أسرى حرب أو عبيد أو أمات أو زي ما انتوا تقولوا؟ طيب انت كدابة، اثبت لنا. تعال أقول لكم في كتب كاملة بتتكلم حوالين الموضوع ده، شراء الأمة، ومكتوبة هو أخيرا فقد كانت هذه العبودية تطبق غالبا على الأجانب الذين جاءوا إلى مصر كأسرى حرب. واقرا بقى بقية الكلام. في سيدات مصريات ممكن يشتغلوا في هذا المجال، ليه؟ عشان عندهم ديون وعايزين يفكوها فبيتجبروا على هذه الشغلانة، لكن النسبة بسيطة ضئيلة، مش كلهم. فالمعلومة تتقال بشكل عام. فعشان كده انا لما شفت المنظر، وعلى فكرة كان ليهم علامة مميزة، تعالى اوريكم ازاي. يا فندم، والحصول على امرأة مستعبدة سواء رجل أو امرأة كان يستلزم أن يسجل ذلك رسميا بأحد المكاتب الحكومية. في برديات بتتكلم حوالين الكلام ده. أغلب النساء منهم كان يلحقن بالمنازل، والبعض الآخر كان يقومن بخدمة الحوانيت التابعة للمعابد، ويدمجن بعد ذلك في إطار فئة المريد أو الحنوت، وكن حليقات الرأس تماما باستثناء خصلة واحدة من شعورهن تترك متدلية في هيئة ذيل خنزير. شايفين؟ فده وصف في برديات بتتكلم. فلما انا اشوف المنظر ده، مين اللي واقفين دول اجنبيات. المصري بقى هنا فرق ما بين لون السمرة ولون الحمرة، ولا لون البيضة ولون السمرة، ما ميز. احنا ما بنميز، احنا بنشوف اللي قدامنا ده تكوينه ايه. طيب انا جبت لكم صوره لملكات، وجبت لكم صوره من عامه الشعب، وجبت لكم ممكن اجيب لكم صور من عامات الشعب التانيين، وممكن اجيب لكم صور من اجانب، لدرجه ان انا بقيت لما بشوف اي صوره بقيت اعرف هل ده مصري ولا مش مصري، بسبب الصفات المصري القديم كان بيكتبها لنا. فحته ان انتوا تقسمونا بالالوان دي ما شفناهاش غير على ايديكم او ربنا. المرض اللي صابكم ودمر مجتمعاتكم عايزينه يصيبنا احنا ويدمر مجتمعاتنا احنا او ربنا. فانا مش هسيب ده يحصل. انا بعد كده لما هاجي اشرح الاثار المصريه هشرحها بالجنسيات تماما. مش هعمل بقى ايه من احدى الدول اصلا، لا، باللي مكتوب، علشان كل الامور كل تحط في مكانها، وكل الاثار نعرفها، ونعرف اجدادنا كانوا بيقولوا ايه. وده المطلوب مننا، مش مطلوب مننا اكتر من كده بصراحه.